السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا، أخباركم إيه؟ النهاردة أوردر مختلف شوية، هيبقى بانيه ومخلل وفليه فراخ. الأوردر جاي من مستر أحمد من السعودية، مصري عايش في السعودية، وطلع الأوردر علشان بنية إن هي صدقة، علشان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. دعواتكم ليه. زي ما انتوا شايفين الوجبات هيت حاجة جميلة والله يا جماعة. وعايزة اقول لكم بقى سبب ان انا مشيت في موضوع الوجبات. اولا القناة او البيج او الريلز او اي حاجة تخص المنصات بتاع السوشيال ميديا ما بقاش يجيب لي فلوس. يمكن اليوتيوب استمريت كنت بقبض منه فترة معينة كده، وبعد كده الحمد لله باب رزق واتقفل من اليوتيوب. ما بقاش انا بنزل فيديوهات علشان انشر بس مشروعي. ويمكن انتوا كنتوا ملاحظين قبل ما ابدأ المشروع بتاعي ما كنتش بنشر اي فيديوهات، علشان خلاص اللي كبر كبر. لكن انا الحمد لله حاولت وفشلت بقى، فعشان كده بدأت في المشروع ده. الفكرة جاتني لما نزل عليا شوية مصايب كده فوق بعضيهم. عملت حادثة وكانت غلطة، يعني أول مرة تحصل معايا وأنا راكبة العربية، والتجهيزة بتاعت الفرامل التجهيزة بتاعت الفرامل اللي هي في العربية وقعت. وفجأة العربية طارت بيا طبعا، ومعرفتش أتحكم فيها عشان مش عارفة أتحكم في الفرامل. طبعا كانت حادثة بالنسبة لي بشعة جدا فوق ما تتخيلوا. ابني كان تعرض للموت وما كانش ينفع، يعني كان ممكن في لحظة خلاص محمد ده يموت، وربنا سبحانه وتعالى برضو نجاه. فمن كتر المصايب ديت حد شار عليا وقال لي اعملي حاجة لله واكلي الناس، يعني واعملي اطعام. الطعام ده يعني قالوا لي اللقمة بتزيل النقمة، حاجة زي كده يعني. فمشيت وراهم والحمد لله. ودي كانت فكرة الشغل بتاعي أو فكرة المشروع بتاعي، إن أنا أول أوردر عملته من عندي علشان ربنا يعافيني أنا وولادي بقى ويرحمني من المصايب اللي احنا فيها. وسبحان الله وانا بعمل كده في الاخر بعد ما خلصت وبقفل العلب، جالي فكرة ان انا اصور وانزل الفيديو واقول ان ده حد شغل حد. انا مكنتش عايزة انزل الفيديو واقول ان انا اللي عاملاه، علشان الناس يعني ما يبقاش رياء. بس زي ما انتوا شايفين كده انا عملت كده. ودي كانت فتحة خير، يعني فوق، يعني فتحت باب جديد ليا، وربنا سبحانه وتعالى كان مسبب الأسباب. مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها إلا إذا كان لها سبب. بالفعل يا جماعة، يعني فكرة إن أنا أعمل وجبات الخير، ودي كان باب رزق اتفتح ليا تاني. ادعولي إن ربنا ييسره ويبعت لي ناس ولاد حلال حابين إن هم يعملوا خير ويعملوا وجبات خير، صدقات ميت، صدقة للشفاء، إطعام طعام، أي حاجة من الحاجات دي كفارة يمين. أنا موجودة. شيروا بالله عليكم، اكتبوا كومنتات وحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. لا ارفع فوق يا ايوه يا عم حاضر بعد ذلك ايوه كده. ربنا يزيده ويبارك ويشفي كل مريض ويجعلنا من حسنات يا رب. الله اكبر. معلش يا عماد دخلها لي. قبل الوقت. ما هو بقى